هو قبل، بص دلوقتي التكنولوجيا عمت العالم كلها، والناس كلها بتسمع عن محمد وآل محمد، وبتسمع عن مذهب أهل البيت. أنا بديش أقول مذاهب، لأن مفيش حاجة اسمها مذاهب، هو دين واحد. هو الدين عند الله هو الإسلام. إنما لما نزل دين الإسلام لازم نعرف من الأول للآخر البداية إزاي. هقولها لك باختصار شديد. أول حاجة لما اتفضل. نيجي نسأل، أول ما خلق الله خلق إيه؟ قال له جابر الأنصاري بيسأل الرسول صلى الله عليه وآله، بيقول له ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال له خلق نور جنبيك يا جابر. إزاي؟ أول ما خلق الله خلق من نوره نور، ومن النور ده خلق محمد صلى الله عليه وآله. من نور محمد خلق علي، فأصبح نور محمد ونور علي. من نورهم خلق فاطمة والحسن والحسين. الخمسة دول ضلوا حوالين العرش تسبيح وتهليل مئات السنين. بعدين قرر الله سبحانه وتعالى انه يعمل مشروع كبير. لازم نفهم الحكاية دي. قرر انه يعمل مشروع كبير، مشروع في الارض، يبتدي فيه بخلق ناس طبعا عقولهم مش هتستوعب كل شيء. فخلق من الكون ده كله، من نور الخمسة دول، كل المخلوقات، وكل شيء خلقه كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. كتبها على السماء، نعم. كتبها على الأنهار، كتبها على البحار، كتبها على أجنحة الملائكة، كتبها على الأرض، كتبها في كل الأماكن اللي خلق فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. هذا الدين اللي الله عايزه. خلى الخمسة دول وكلاء له في الأرض، وكلاء له في الأرض، يتولوا الأرض كلها بأمره، كل شيء يعملوه بأمره. ولذلك لازم يكون تحت إيدين القدس الأقداس اللي هو الله ناس تخدمه، ناس تحقق اللي هو عايزه، ناس تتصرف، ملائكة في خدمته، ملائكة منتشرة كتير، فكل دول في خدمة الله. فالله سبحانه وتعالى بدأ المشروع بتاعه ازاي؟ حط على الأرض ناس. م? وهو يقول لك الإمام الباقر قبل آدمكم 1000 آدم. يعني آدم جه مع ناس وراحوا، وحط لهم أنبياء وفهمهم حاجة بسيطة قوي عن التوحيد، لأن عقولهم ما كانش تستوعب. بعدين شوي شوي آدم تاني وآدم تالت وآدم رابع، كل دول لغاية ما وصل 1000 آدم. لما ربنا سبحانه وتعالى عرف إن العقول بدأت تنضج وبدأت تستوعب، وممكن الكلام اللي هو هيبعته لهم يفهموه، قال لك هنزل آخر رسالة السماء. رسالة السماء كانت تجمع كل الرسائل اللي نزلها، تجمع من صحف آدم، صحف إبراهيم، لنوح، لتوراة موسى، لإنجيل عيسى، كلها حطها في كتاب واحد اسمه القرآن. وعشان ينزله اختار أحب الخلق إليه وأكرم الخلق عليه اللي هو محمد صلى الله عليه وآله. محمد نزله في صورة بشر، في صورة بشرية، إنما محمد حشوته نور. م? اللي هو فوق اسمه أحمد الملكوتي. أحمد، أحمد فوق اسمه أحمد، نزل من أحمد هذا جزء اسمه محمد على الأرض، وخلى كل الأنوار الخمسة دول، كل كل واحد فيهم ينزل بصورة بشرية على الأرض في وقت معين. فالخمسة دول ملكوا الكون كله، ولذلك هم كانوا مسؤولين عن القرآن. انت لما تسمع القرآن تجد ان في مجموعة بتتكلم، يا المجموعة شيخ، دي. نعم. باستفسار. أنا متأسف جدا. نقدر نعرف الكيفية يا دكتورة في موضوع أحمد الملكوتي ثم محمد البشري؟ نقدر نعرف الكيفية؟ جزء من نور أحمد الملكوتي نزل من نوره محمد على الأرض. لازم رسول الله يكون بشر عشان يكون يقدر يكلمهم ويتعامل معاهم، فنزل من النور بشر سماه محمد. م? فمحمد هو جزء من أحمد الملكوتي، وكلهم بيجتمعوا في القرآن عشان يوصلوه للناس. القرآن مشفر. القرآن عشان تفهمه لازم يكون آل البيت يفهموك، لأن دول هم
اللي معاهم القرآن. ربنا قال القرآن ده هحطه في قلوبهم، ولذلك لما سألوه إنا انا نزلنا اسف. الذكر وإن له إيه، لحافظون. نعم. انا متاسف، مش عايز اقطعك، ولكن انت شديتيني انا، واكيد هتشدي كل المشاهدين. هل الطبيعه الاولى للنبي محمد اللي هي متمثله في اسم احمد الملكوتي، هل هي قضت مرحله معينه وانتهت، ام المرحله الملكوتيه ما زالت والمرحله البشريه ما زالت؟ أحمد الملكوتي ما زال إلى يوم القيامة، ومحمد صلى الله عليه وآله موجود إلى يوم القيامة. هذه الأنوار دي لا تختفي، ما تختفيش. مش معناته قضت مرحلة ومشيت، هم موجودين معانا في عالمنا، موجودين معانا، احنا ما نقدرش نشوفهم، بس هم مالكين الكون ده كله. ولذلك انت لما اكلمك بلغة القرآن تجد ان القرآن بيتكلم بلغة ناس جواه. يعني مثلا اضرب لك مثال، هو لما قال لك ان الامام علي سلام الله عليه امر ربنا ان هو نور، هو نور من نور محمد، والجزء الوجه الاخر لمحمد. فلما ربنا قال له هنزلك مع الانبياء، ولذلك يقول عليه كنت مع الانبياء في الخفاء ومع رسول الله في العلن. كل نبي نزل كان ينزل معاه علي في الخفاء، يوجهه وينبهه ويعلمه، وبعدين يطلع. لما يجي نبي تاني ينزل معاه علي، إلى أن وصل لرسول الله قال له انزل بصورة بشرية، فنزل طب علي بصورة بشرية. نعم. دقيقة واحدة بعد إذنك، أنت بتقولي كلام في منتهى الأهمية وفي نفس الوقت في منتهى الخطورة على الذهن. يعني علي هو الذي بلغ الرسالة لجميع الأنبياء والمرسلين؟ لا، كان يساعدهم. يعني موسى لما قال له اضرب البحر بعصاك، مين اللي قال له؟ علي اللي قال له اضرب البحر. موسى لما شاف الصحراء قدامه فأوجز في نفسه خيفة. اسمع هنا نعم. بعديها، قلنا ارمي عصاك فإنك أنت الأعلى. مين اللي قال له؟ نعم. علي. مم. كان مع موسى وقال له ارمي، ألقي عصاك فإنك أنت الأعلى، فألقاها. فكان علي يساعد ويساند الأنبياء كلهم لغاية ما وصل لرسول الله. ربنا أمره أن ينزل بصورة بشرية يكون مع محمد. ليه؟ لأن مشروع الله ينقسم قسمين، قال له قسم تنزيل وقسم تأويل. نعم. وقسم مم. التنزيل هنزل فيه القرآن، صعب، لازم يكون محمد صلى الله عليه وآله بكل قدراته بكل قوته هو اللي يتولى التنزيل عشان يفهم الناس القرآن إيه هو، ويفهم الناس الوحدانية إيه هي، ويحكي لهم عن كل القصص اللي في القرآن وكل أوامر الله في القرآن. لا، ما كانش حد يقدر يعمل كده أبدا إلا محمد صلى الله عليه وآله. فلذلك لما خلص التنزيل وجه وقت انه يموت، هنا قال له ايه بعد ما خلص ال 23 سنة؟ نعم. بدون ورا حضرتك لأنها تكون بمثابة مرجعية. حضرتك قلتي إن علي قال أنه كان مع الأنبياء بإيه؟ في ثم مع الخفاء، محمد بإيه؟ في في الخفاء. الخفاء ومع رسول الله في العالم. اتفضلي كملي يا دكتور، أنا آسف المقاطعة، اتفضلي فندم. بتوهني انت لما تقاطعني. معلش معلش معلش. رسول الله خلص الرسالة ب 23 سنة، قدمها كاملة،